السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. النهاردة قلت أجيب لكم كده شوية حلويات. نتفرج عليها كده وأعرفكم أنواعها، وأعرفكم بالظبط كل نوع إيه الميزة بتاعته وإيه عيوبه. وهقول لكم إيه. أنا صراحة يعني جبت الأنواع اللي هي إيه، ما فيهاش عيوب. صراحة كلها مميزات. هتكلم معاكم النهاردة على كل صفات كل نوع، وهنعرف بالظبط ايه دورتنا هتمشي معانا ازاي. انتوا عارفين انا ما بحبش الابيض لوحده، ما بحبش اشتغل في الابيض بس. انا بشتغل في الابيض وساسو وبلدي ورومي وبط. ما بحبش ان انا اشتغل في نوع لوحده، لان انا كمان زباين يعني متنوعين. اللي هو عايز، اللي بيحب البط، اللي بيحب الفراخ البلدي، اللي بيحب الفراخ البيضة كده يعني. وغير كده انا في بيتي كمان عشان ما بشتريش حاجة من بره. كل حاجة انا ايه يعني من بيتي كده، بس بستعمل الانواع دي كلها عشان بيتي بس وعشان زبايني. يبقى احنا ايه اتفقنا كده ان احنا هوريكم كده الانواع بتاعتنا والاصناف دي، كل صنف وايه مميزاته وايه عيوبه. ان شاء الله ايه مش هيبقى فيه عيوب باذن الله. هتكلم معاكم على كل نوع. دورتنا النهارده اول يوم، ونشوف بقى ايه هنبتدي معاها ازاي. انا استقبلتهم على مضاد حيوي. استقبلتهم اقصد على محلول جفاف. طبعا لسه هننزل لهم فيتامينات، هننزل لهم الاملاح بتاعتهم والمضاد حيوي والدنيا دي. طبعا ايه لسه في الست ايام اللي جايين، بس احنا النهارده محلول الجفاف بس. بس هيقعد معانا ايه يا دوبك 6 ساعات، وبعد كده نبتدي ايه ننزل لهم بقى ايه مضاد حيوي. بصوا يا جماعه بقى احنا ايه هنتكلم معاكم كده. الرومي ده صراحه انا جايباه يعني ايه ده البيت، يعني للبيت عندي. كنت حاطه النهارده المفروض ان انا انزل رومي صراحه عشان رمضان، دوره رمضان والناس بتحتاجه مني. كنت منزله ايه كميه رومي وما جاتش للاسف. ما وكنت برضو حايزة جميزة لحم، برضو ما نزلتش. بس اضطريت اخد بقى ايه اللي موجود. والابيض انا بس خدت دول بس عشان عندي انا في البيت. هنشوف كده ايه. حاطه لهم زي ما انتم شايفين علافات كتيرة صراحة، عشان الفترة دي لازم يبقى عندهم الاكل ايه كتير قدامهم، يروحوا هنا ياكلوا، يروحوا هنا ياكلوا، يروحوا هنا ياكلوا، زي ما انتم شايفين كده. يبقى لان الفترة دي فترة التحويل، يعني الفترة دي يعني احنا طالما ظبطنا الفراخ بتاعتنا الكتاكيت في الفترة دي من اكل كويس، هنلاقيهم ايه التحويل بتاعهم بعد كده فيما بعد ظبط معانا. بصوا بقى يا جماعة كده ايه هنشوف كده ايه نوع نوع وهنتكلم عليه. انتوا عارفين طبعا السيسو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. ده السيسو. طبعا انتوا عارفين السيسو ايه يعني 55 يوم بالكتير، وبيتذبح معانا من 45 ل55 لو عايزين ايه وزنه يزيد. لا غنى عنه صراحة ايه في اي دورة انا بنزلها. تمام. الابيض شايفين مواصفات الابيض بقى. الابيض لازم يكون كده، يعني لازم الكتكوت عندنا رجله دي تكون دافية. مكان السرة كده يكون ايه لامم ونضيف. ده كده يبقى الكتكوت ايه مفيهوش عيب. نعمل حاجة تاني برضه اوريها لكم عشان نعرف برضه الكتكوت اذا كان سليم ولا ضعيف. نمسك الكتكوت كده نقلبه كده اهو. لو اتقلب معانا بسرعة يبقى كده تمام. قعد شوية لا تاني
لو قعد شويه كده اكتر من كده يبقى ايه الكتكوت مش كويس. دي ايه وتكون عينيه برضو عينيه كده ايه مستنبهه كده ويعني لامعه كده يعني مش عينيه مطفيه، لا. وتكون برضو رجله لو شايفين تكون بتلمع. رجل الكتكوت انا هحطها لكم ايه جنب اللمبه كده عشان ايه تشوفوا رجل الكتكوت. بصوا فيها حته ايه لمعان، يكون رجل الكتكوت كده ايه فيها لمعان، يبقى كده مواصفات الكتكوت دي كويسه. تمام. ادي دي الكتاكيت ايه البيضه. هناخد بقى ايه نشوف البط. طبعا البط البيور اللي كل دورة لازم انزل منه، لو بتتابعوا فيديوهاتي هتلاقوني ايه كل دورة بنزلها لازم يكون فيها البط البيور ده. مع اني انا ضايقني، حسيت ان صوته ابتدى يعلى. يعني الفترة اللي فاتت دي بيجي ايه لما كبر عندي ابتدى يعلى خالص صوته. وفي المية مزعج، وفي المية يعني بيغرق الدنيا ميه. لكن المسكوفي صراحه هادي. وبحس كده ان هو ايه ما بيبهدلش ميه كتير وما بيغرقش الدنيا. ده المسكوفي. لكن البيور هو عيبه زي ما انا قلت لكم كده، لكن هو كويس بيرمي لحم فتره من 45 يوم لحد 60 يوم. بنبتدي ايه نطلع الاوزان ايه لحد يعني 3 كيلو ونص 3 كيلو 800 بيطلع معانا. بس ادي ده البط البيور مميزات وعيوبه. نيجي بقى دي كتاكيت الرزي. دي الكتاكيت الرزي برضو لا غنى عنها في الدورة عندي. يا جماعة ده يعتبر ديك، اللي يبقى فاتح كسرنا كده شوية كده ده يبقى فضي بعد كده. ده ديك بس صراحة 45 يوم بيوزن بتاع كيلو وربع. ده الكتاكيت الرزي برضو. لكن دي الغامقة دي دي بتبقى بلينة. دي بتبقى بلينة بس برضو بتوزن. النوع ده صراحة ايه بيوزن. هو يعني يعتبر انا جايباهم معظمهم ده كلهم ايه فرز ديوك. يعني الكتاكيت دي انا جايباها فرز ديوك، بس ايه هنلاقي فيها ممكن ايه بلينة 2 3. لكن هي انا جايباها فرز ديوك عشان بتربي لحمة بسرعة، عشان ايه انا بطلع منها للزبائن بسرعة. بس كده. يبقى في ايه ناقص تاني عندنا الرومي. زي ما انتوا شايفين كده الرومي خليه يشرب حرام مش همسكه. الرومي بقى يا جماعة ما شاء الله عليه. يعني تذبحي واحدة الله أكبر بتملك الفريزر. يعني صراحة لا غنى عنه. مفروض كل يعني حد كده يجيب جوز ولا حاجة ويركنه هيغنيه صراحة عن الشراء وهيملى بيته خير. يعني أنا في فترة 4 شهور ونص 4 شهور ونص بينزل الكتكوت بيبقى وزنه 15 كيلو. الرومي بينزل يعني بيبقى وزنه عندي 15 كيلو في 4 شهور ونص. لو حبيتي بقى يعني انا دول جايباهم صراحة ايه لرمضان. يعني احنا ان شاء الله كده معانا ربنا كده يكتب لنا ان شاء الله العيش في الدنيا والهذبح منهم باذن الله كده على ايه على رمضان. معانا حوالي 6 شهور. تمام. يبقى احنا ايه الرومي على 6 شهور ممكن يوزن معايا يخش في 20 21 كيلو 22 على 6 شهور بس. هو العيب بتاعه ان هو لما بيكبر شوية بيبتدي بيسحب علف كتير. يعني من عيوبه برضه عيوب الرومي الابيض عيوب ان هو بيسحب علف كتير في اخر الدورة. يعني ما شاء الله ليه بيسحب كتير؟ لان هو عشان بيرمي لحم في الاخر، بيجي في الاخر ويروح رامي لحم عندنا.
بس أنا استعملت صراحة، جبت جميع الأصناف واتعاملت مع كله، والحاجات اللي راح خبرتي فيها يعني وابتديت ان انا افهمها واعرف مين اللي بيحول بسرعة وايه عيوب ده وايه مميزات ده. ابتديت الحاجات اللي بتريحني بجيبها، الحاجات اللي انا بشتغل عليها و... واحس كده ان هي بترمي لحم، زبوني عايز ايه اللي بحاول. لكن الابيض صراحة يا جماعة البورصة واجعة، مش عارفة ايه، ومناعة ضعيفة، الكلام ده عشان كده ما بكترش في الابيض. انا ما بحبش اكتر في الابيض، بس كل حشت كده بجيب منها كام نوع وخلاص، كام نوع ومنه كام عدد وخلاص، ما بكترش. بس ودورة ان شاء الله بتقعد كده وربنا بيكرمنا كده ان شاء الله وتطلع على خير. آه لقيت كده انا ما كنتش حاسه ان انا كده ايه هطول عليكم النهارده. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. طبعا هنتابع يوم بيوم باذن الله الدوره دي، وهوريكم بالظبط هنعمل ايه، وان شاء الله ربنا يعديها باذن الله وتكمل معانا على خير. واديكم متابعين معايا، واللي عايز يا دوبك يبتدي يعمل دوره يبتدي ينزل معايا من النهارده ونشتغل. ويا ريت ايه تشجعوني كده وتشجع نفسك وكده ونشتغل مع بعض. اشوفكم كده على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اوعوا تنسوا تعملوا لي اشتراك لو انتوا اول مره تدخلوا، ولو الفيديو عجبكم اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك. أشوفكم على خير يا رب، وتكونوا في صحة وسعادة يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.